رسميا خلاص اتحاد الكرة اعلن عن ان هو استخدم حكام اجانب لماتش نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في اخر الدوري. هتقول لي الاهلاويه مش زعلانين، بقول لك اشمعنى دلوقتي؟ هقول لك قول لهم انتوا مالكم. هتقول لي فارس برطمان نتكلم وبتاع، انت مالك؟ الزمالك يطلب زي ما هو عايز في الوقت اللي هو عايزه بفلوسه. فلوس ممدوح عباس، فلوس حسين لبيب، فلوس الزمالك، فلوس مشجع عادي محدش يعرفه، انت مالك؟ هي بتاعت الزمالك دي مالكش دعوه. زيك انتوا بتحكيم اجنبي يلعب بتحكيم مصري يعمل اللي هو عايزه، انت مالك؟ الزمالك عمل كده ليه اصلا؟ الماتش بتاعه مع سيراميكا تلاقي بيراميدز اتهانت، اتفشخت في التحكيم، جون ليها ما يتحسبش، ضربه جزاء ما بتتحسبش، حتى اللاعيبه كانت منزله حسبي الله ونعم الوكيل برئيس النادي بكل الناس. فالزمالك يعمل ايه؟ يلا يا باشا انا عايز حكام اجانب، انا عايز تحكيم اجنبي. اصل هعمل ايه؟ هو مش ضامن نفسه، هو بيلعب فرقه، رئيس ناديه بيقول لو الاهلي طلب عينها هديها له. ثلاث ارباع لاعيبتها لعبت في الاهلي، في نفس الوقت مدربها مرشح ان هو يدرب الاهلي، مع ان خلاص الفرقه دي رسميا ضمنت ان هي تلعب في الكونفدراليه الافريقيه، ما عادش عندها اي طموح تاني، ما عادش عندها اي حاجه تانيه. بس هل هيعدوا الماتش عادي او هيلعبوا بالعادي؟ لا، هم هيلعبوا بحميه ان احنا عايزين فرقه تانيه اللي تاخد، بنلعب لصالح فرقه تانيه. يا راجل ده في واحد امبارح تونسي كان بيكلم الكابتن علاء ميهوب امبارح على التلفزيون، بيقول له احنا عرفنا ان انتوا عندكم حاجه اسمها انديه بالوكاله بتلعب لصالح نادي تاني. انت متخيل وصلنا لايه؟ وفي الاخر يقول لك انتوا جايبين حكام اجانب ليه؟ لا زعلان قوي. نفس الناس ده هي اصلا السوبر الافريقي لعبناه بتحكيم اجنبي اللي احنا كسبنا فيه الاهلي. بعدها باسبوع كنا نلعب السوبر المصري. نادي الزمالك طلب حكام اجانب وقناه الزمالك قاعد تتكلم على الموضوع ده. والاهلي طلب تحكيم مصري، ما طلبش تحكيم اجنبي. ركز بقى، الاهلي طلب تحكيم مصري. فاللي جه مين حكم مصري؟ تقريبا كان محمد معروف او امين عمر، حد من الاثنين عامه يعني. في الاخر طلع احمد شوبير قال لك ايه؟ انتصر التحكيم المصري. احنا طلبنا تحكيم مصري، لما كان احمد شوبير على قناه الاهلي قال لك احنا طلبنا تحكيم مصري علشان نساند الحكم المصري ونقوي ثقته بنفسه. دلوقتي لا، التحكيم الاجنبي هو الحلو، التحكيم المصري هو انا مش فاهمهم، هم على حسب الحاله. غلطه في ماتش سيراميكا قلبت عندهم الدنيا، مع ان اصلا هم اترادوا تاني ماتش في ماتش سموحه، اترادهم في ماتش سموحه. فما تفهمش هم عايزين ايه، وما تفهمش حاجه منهم خالص ولا اي حاجه. انا عاذرهم علشان اصلا اللي هم بيمروا بيه النادي جوه، حسين الشحات اللي مش راضي يجدد الا ب 50 مليون، احمد نبيل كوكا اللي عايز يسافر ويمشي، يستر باللي بيروح الدنمارك ويجي فسحه كل شويه عشان اصلا مش لاقي حاجه يعملها، وفي الاخر هو ياخد فلوسه كامله، يا اما يستنى لغايه اول الموسم الجاي وبعدين يمشي. فكل حاجه غلط هناك، لدرجه انه اصلا وكيل لاعبين اللي هو ادم وطني بيطلع يتكلم عليهم على طول. امام عاشور مش عايز يقعد في الاهلي، وامام عاشور مش عايز يقعد، الناس كلها بتقول هو مش عايز يقعد، احنا هنكدب الناس كلها عشان ادم وطني قال. ما هو ادم وطني دايس عليك زي ما امام عاشور دايس، ما هو بيعمل كل اللي هو عايزه امام عاشور. فلما يقول امام عاشور مش عايز يقعد يبقى هو مش عايز يقعد، هو وكيل اللاعب وهيمشي هيجيب له عرض، هو هيمشي عافيه يعني، ما هو اكيد هيجيب له عرض. انا مش فاهم انتوا دماغكم فيها ايه. وقال لك محمد عبد المنعم مش راجع، ما هو وكيله هيعمل ايه؟ ايوه هي دي الحقيقه، هو مش عايز يرجع، هو عايز يفضل في اوروبا. بقول لك مصطفى محمد مش راجع، انا مصدق كل كلمه قالها، ان مصطفى دي ثالث مره تفاوضوه، كل مره ما بيديلكمش اهتمام، لدرجه ان اخر مره جيت اتفرج على ماتش الزمالك وبيراميدز في نهائي الكاس وقعد مع جمهور الزمالك علشان يقول لكم انا زملكاوي. بس هو معلش بقى يعني مفيش دم ولا اي حاجه. فالفكره ان كل حاجه متلخبطه عندكم وما وراكمش اي حاجه، ولولا الزمالك اصلا احنا هنا كمصر ما كناش هنتفرج على اي حاجه خالص، ولا كان هيبقى ورانا اي حاجه. فانتوا شاغلين بالكم بالزمالك. اللي حارقكم قوي ان ازاي الزمالك بالموسم ده باللاعيبه دي، بايقاف القيد ده، بالمشاكل الاداريه دي، بان اهم 2 لاعيبه بيمشوا، بكل التخبط ده، اول الدوري وفي نهايه بطولته القاريه، والاهلي بكل فلوسه بادارته المستقره بكل اللعيبه اللي جابها سواء في اول الموسم او في فتره الانتقالات الثانيه، مش قادر يعمل اي حاجه، ثالث الدوري وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ طالع من افريقيا خسران رايح جاي للترجي التونسي اللي خسر اصلا بعدها من صن داونز رايح جاي، ولم خسران الدوري التونسي صالح النادي الافريقي على ملعبه وسط جمهور. حتى من فرقه ضعيفه، الترجي في اسوء حالاته كسب الاهلي 3 هو وبيراميدز. فاهم الفكره؟ فيا جماعه بالله عليكم نحكم العقل شويه. انا مش فاهم انتوا عايزين ايه ولا تفكيركم عامل ازاي. هو الحكم المصري مقصر اصلا معاكم انتم؟ ده انتوا حياتكم كلها في الحكم المصري، ده انتوا كل بطولاتكم تحكيم مصر اغلبها يعني.
فبالله عليكم يا جدعان ما نجيبش سيره التحكيم بقى هنا ولا هنا، لان والله العظيم هو بيخدم للاثنين، في غلطات هنا وهنا، بس انتوا اكتر ناس بتستفيدوا والله من التحكيم. فما نكترش بقى، بالراحه خالص، نعدي الدنيا مع بعض، عشان كده الواحد تعب يعني.